السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح بها الأبواب المغلقة. كل سنة وانتم طيبين. اللهم تقبل منا رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فات رجب وكلها أيام ونوصل لليلة النصف من شعبان اللي هتبدأ من مغرب يوم 14 شعبان لفجر يوم 15. طيب ايه اللي ممكن نعمله في الليلة ديت وليه ليها فضل كبير في الاسلام؟ اولا المثبت انه تم تغيير قبلة المسلمين في الليلة ديت من المسجد الاقصى للمسجد الحرام. اما باقي كرامات وفضل الليلة دي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا في صحة الاحاديث الواردة عنها، لكن احنا لو هناخد الموضوع بشكل تاني ففي حديث صحيح عن الرسول قال ان شعبان ترفع فيه الاعمال ويحب ان ترفع اعماله وهو صائم. طب دلوقتي ايه المانع لما نقيم في الليلة ديت وندعي بكل اللي نفسنا فيه بنية التقرب الى الله، مش عشان هي ليلة مباركة او غيرها؟ ما هو رب الليلة ديت هو رب كل ليلة، وانت مش خسران حاجة ان كان التعبد في الليلة دي له فضل كبير عند ربنا يتقبل منك ان شاء الله. لكن لو زيها زي اي ليلة فانت تعبدت برضو وزيادة الخير خيرين. ده شاهد من الكلام يا جماعة، باب ربنا مفتوح اي وقت واي مكان، ابدأ انت بس وما تتأخرش. ولحد هنا الفيديو خلص، لو عجبكم ادعمونا بلايك وشير، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في قطاع العزة والكرامة والبطولة. كنت معكم مصطفى سعد، والسلام عليكم.